عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة بقى مش هنعمل أكل ولا هنعمل حاجة. النهاردة أنا مش هوريكم طبخة يعني أنا بعملها. أنا النهاردة بقى ايه يعني أما بعوز حاجة ببقى بنزل عيالي هم اللي بيشتروها لي وكده. وانا لما بنزل بقى ايه مرة واحدة كده اجيب كذا حاجة وانضفها واحطها في الفريزر. بتنفع مثلا يكون عندك عزومة على فجأة، حد جالك فجأة، او يكون انتي طبعا داخل عليك اهوت رمضان. يبقى عندك حاجات متفرزة عندك في التلاجة. آه، لو مش عايزة تنزلي في جو شتا زي اللي احنا فيه ده، التلج ده، بتطلعي من الفريزر اي حاجة من اللي انتي مفرزاها وتطلعيها تعملي منها الاكل. فانا قلت اما انزل النهارده بقى ما لقيتش حد من عيالي اللي راح الدرس واللي راح شغله، ومفيش حد الا انا. قلت ايه اما انزل اتمشى كده في السوق، اجيب حاجة بسيطة واجي واشوف الاسعار. نزلت بقى لقيت الاسعار الجميلة المرتفعة، اللي هي الحاجة بقت الطقطقين صراحة. يعني مش عارفة يعني اجيب ايه ولا ايه. يعني ربنا يكون في عون اللي هم الناس اللي هم ايه، بسطاء ومش هيقدروا يجيبوا حاجة من كتر الاسعار الغالية ديت. فربنا يكون في عوننا كلنا. والله نزلت جبت بزلة هيت، قلت بردك افرزها. رمضان خلاص الشهر الجاي، كل سنة وانتم طيبين. انا كل ما بنزل انزل اجيب حاجة افرزها كده واحطها عندي في الفريزر. انا عندي فريزر طبعا، مش فريزر التلاجة، لا الفريزر التاني، فدوت اللي بحط منه الحاجة. ساعات بجيب الحاجة احطها من السنة للسنة. يعني انا جايبة مانجا، جايبة فراولة، الحاجات دي كلها، جايبة سبانخ برضك مفرزاها، وجايبة طماطم وعاملاها صلصة حطها في الفريزر. كنت مورياكم برضك طريقة تفريز الطماطم والسبانخ. فعندي حاجات من ديت في الفريزر. فقلت بقى ايه اكمل عليها حاجات تانية. احطها بردك هتنفع بقى ايه في الشهر الكريم دوت، ان احنا بقى ايه، يبقى عندنا كل حاجة موجودة. وهو طبعا دوت شهر البركة، وبيبقى فيه الأكل صراحة بزيادة، وربنا بيبارك في الشهر دوت، سبحان الله يا ربي. فقلت بقى اوريكم الاسعار. انا جبت البزلة هي زي ما انتم شايفين، الكيلو ب17 جنيه. جبت طماطم، كان الاول الكيلو التلاتة ب10، بعد كده بقت الاتنين ب10، بقى كيلو ونص ب10، دلوقتي كيلو وربع ب10 اهيت. جبت 2 كيلو ونص. الخيار بقى ب12 جنيه، كنا بنجيبه كيلو ونص ب10 ب5 جنيه، بقى ب12 جنيه. عندنا الجزر كيلو وربع ب10. ده بينفع برضك في الشتاء كده، اما يكون هتعملي عدس، عايزه تعملي شويه سلطه تحطي عليهم، تبشري عليهم جزرايه كده. هتعملي برضك عصير برتقال بالجزر، بيبقى حلو قوي في التفريزات بتاعه رمضان. وان شاء الله هنعملها ونجربها معاكم باذن الله. وجبت بقى فلفل كوبي، وفلفل اللي هو المشطشط ده السبايسي ده، عشان ايه جوزي بيحب الفلفل دوت. وانا بحب الفلفل الكوبي ده، بنقطعه على ايه، على اي حاجه، بنعمل منه شاورما. بنجيب معاه اللي هو الالوان، الفلفل الالوان التاني الاحمر والاصفر، وبنعمله ينفع مع الشاورما. لما باجي اعمل لهم طاجن مكرونه بحط فيها بردك الفلفل دوت، الالوان كله. فده اللي انا لقيته يعني النهارده. الفلفل ده طبعا كان الربع ب4 جنيه، وده بردك ب4 جنيه. دلوقتي بقى ايه لقيت في السوق اللي هو الجندوفلي. انا صراحة يعني بقالي كل ما انزل السوق ما لقاهوش عند بتاع السمك، فما صدقت لقيته، رحت جايبه كيلو ب20 جنيه. بنحبه قوي طبعا، احنا الاسكندرانية بنحب الجندوفلي. جبت برتقان كيلو ونص، الكيلو ب7 ونص، يعني كيلو ونص ب11 ونص. قالت لي لازم ال11 ونص. لازم الجنيه ونص ده يا ستي ب10. راحت قالت لي لا ماشي يا عم، يعني جت على الجنيه ونص، يلا زي بعضه. وجبنا القلقاس، كيلو وربع ب20 جنيه. آه،
دولت كيلو وربع همت. وجبنا بقى ايه ب2 جنيه سلق وب2 جنيه كزبرة. هنعملهم بقى ونقطعها ونعملهم كده كيسين حلوين على قد انا وعيالي، ونحطهم في الفريزر ل... لرمضان ان شاء الله. وبرضك ممكن البرتقال دوت على فكرة ممكن افرزه، اعمل له عصير، كيسين عصير او 3 اكياس عصير مع الجزر اللي انا جايباه دوت، اسلق الجزر واعمله عصير. فلسه بقى ايه اما نشوف بس الليله كده، ونقعد ننضف حاجه حاجه كده. وجبت لحمه. اللحمه دلوقتي بقت ب240 جنيه، ما شاء الله يعني ما شاء الله. وجبت لحمه مفرومه وجبت صدوق. ودي صراحة كل الحاجات اللي انا جبتها. وفي بقى جبت كرشة وجبت عزبان. العزبان ب90 جنيه وانا جبته هنا، هيتنضف طبعا تنظيفة حلوة قوي. والكرشة ب70 جنيه. انا بحب الكرشة انا وعيالي بنحطها في بطاطس كده او في الحمص بالصلصة كده، بيبقى طعمها حلو قوي. ودي كل بقى المشتريات والحاجات اللي احنا جايبينها. وهنبقى بقى نوريكم بقى ايه اما نيجي بعد ننضف بقى الحاجات دي كلها، وهنوريها لكم كده باذن الله. دي حلبة هبقى اعمل لكم بقى ايه في القناة. الحلبة اللي هي المعقودة اللي هي بالسمسم والسوداني دي جايه لي هدية صراحة من حماد بنتي، ربنا يكرمها يا رب. هي اللي بعتتها لي. ف بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تبقوا في احسن حال، والشهور الكريمة اللي احنا فيها ديت، وربنا يعيدها عليكم بالخير والبركات. وكل سنة وانتم طيبين. ودلوقتي بقى ايه هروح، انا عملت كوباية شاي عشان انا ما فطرتش بقى. عملت كوباية شاي بلبن، وكنت عاملة كب كيك في القناة، هتلاقوها عندي بردك على القناة. فقلت بقى ايه افطر كده عشان الساعة دلوقتي بقت 2. فطبعا لسه هقعد اكل بقى واحضر الفطار ومش عارفة ايه. فدوت ايه يا دوبك عبال ما اعمل ايه الغدا بتاع النهاردة. وده كانت هي مشترياتنا بقى النهاردة. ودلوقتي يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مرة يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وجبت ليمون يا جماعة. وكل سنة وانتم طيبين ومع ألف ألف سلامة. باي باي.